ننتقل إلى الرباط وتحديدا من داخل ملعب المواجهة. معنا مهدي فودي. مهدي، يعني هي مباراة حاسمة للمنتخب المغربي، وطبعا هي مختلفة تماما عن ما سبقها أمام جزر القمر. كيف تبدو لك يعني معنويات رجال المنتخب المغربي قبل هذا اللقاء أمام مالي، وهذا المنتخب الذي يدخل المواجهة رافعا شعار الفوز ولا شيء سواه؟ بكل تأكيد نطلي، مساء الخير لك. كما ذكرت مباراة صعبة وحاسمة بالنسبة للمنتخب المغربي، ولو أن المعنويات هي مرتفعة خاصة بعد تحقيق الأهم في مستهل المشوار، التخلص من ضغط البدايات بفوز وإن لم يكن مقنعا في المجمل، لكنه يبقى ثمينا نظرا لقيمته الحسابية. والآن المنتخب المغربي يدخل منعطفا حاسما بمواجهة منتخب قوي، منتخب بسياق مختلف بنمط وأسلوب مختلف عن ما واجهه المنتخب المغربي في الآونة الأخيرة. النسور المالية تملك فريقا منظما تكتيكيا، يجيد الانتشار في الملعب، يجيد التحكم في الكرة، يشكل خطورة كبيرة في التحولات السريعة، أسماء بمهارات فنية فردية توظف في الأسلوب والأداء الجماعي، وبالتالي هي يمكن اعتبارها مباراة بمثابة اختبار حقيقي هو الأول من نوعه في دور المجموعات بالنسبة لأسود الأطلس. الفوز اليوم سيضمن لكتيبة وليد الركراكي العبور إلى الدور الثاني رسميا على أمل مناقشة صدارة المجموعة، ولكن في الحقيقة المهمة لن تكون سهلة المنال أمام مالي، لأن مالي يدخل اللقاء بشعار الفوز كما ذكرت ناتالي. أي نتيجة غير الفوز فهي ستعقد الأمور بالنسبة لكتيبة توم سافيت، بعدما ربما تحسرت على ضياع الفوز وتعادلت في آخر رمق أمام المنتخب الزامبي. مالي كما ذكرنا تملك ما يكفي من الإمكانيات من أجل وقوف ندا لند أمام المغرب، والمغرب سيدخل مناصرا بقرابة 70,000 متفرج داخل أسوار هذا الملعب، مساندة كبيرة من طرف الجماهير المغربية التي تطالب أسود الأطلس بالرفع من نسقهم والظهور بصورة أفضل من مباراة منتخب جزر القمر. وهكذا كان كلام وليد الركراكي الذي وعد بأن أداء المنتخب سيتحسن تدريجيا مع توالي المباريات. يمكن الحديث عن الأسماء التي يمكن أن تشارك اليوم. هنالك تساؤلات عن إمكانية مشاركة أشرف حكيمي كأساسي، سنرى إن كان الطاقم الفني سيفضل المخاطرة أو المجازفة بدخول أشرف حكيمي كأساسي، أو يمكن أن يبقى حبيس دكة البدلاء على أمل أن ينال بضع دقائق في الشوط الثاني، طبعا وفقا لنتيجة المباراة ولسيناريو المباراة. إن لم يشارك أشرف حكيمي فالصورة لن تختلف عن تشكيلة مباراة جزر القمر. نصير مزراوي على الجهة اليمنى، مشاركة أنس صلاح الدين كظهير أيسر. قلب الدفاع سيتواجد أو سيشارك نايف آجرد إلى جانب جواد الياميق الذي يبقى الخيار الأول والبديل المفضل لوليد الركراكي مكان غانم سيس الذي تأكد غيابه عن تشكيلة اليوم. خط الوسط بمشاركة الثلاثي سفيان أمرابط، عز الدين أناحي، كذلك نايل العيناوي. أما خط الهجوم فليس هنالك تشكيل قار وثابت من طرف وليد، يمكن الاعتماد على سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، كذلك يوسف نصيري، لأن المواجهة أمام منتخب مالي تتطلب مشاركة رأس حربة يعطي أدوار أخرى غير مهمته الأساسية وهي هز الشباك. لكن في جميع الأحوال مباراة في القمة منتظرة هنا داخل أسوار ملعب الأمير مولاي عبد الله، مباراة حاسمة لكلا المنتخبين. الفوز سيضمن للمنتخب المغربي العبور، والمنتخب المالي سيبحث عن البقاء في السباق نحو التأهل وحصد إحدى البطاقات المؤهلة عن هذه المجموعة. نعم مهدي، من الرباط ننتقل إلى الدار البيضاء مع جابر العربي. جابر أهلا بك. يعني معنا أنت في ملعب محمد الخامس. منتخب جزر القمر يريد افتتاح عداد انتصاراته وهو في مواجهة زامبيا، هذا المنتخب الذي يسعى أيضا للفوز بعد التعادل. كيف تبدو لك حظوظ يعني كل منهما وأنت أقرب منا إلى كل التحضيرات؟ المشجعين حيث أنت. مرحبا ستيفاني، تحية لك للمشاهدين الكرام. الأجواء هنا في منطقة المشجعين في حي السويسي بالعاصمة المغربية الرباط أكثر من رائعة. الجماهير بدأت في التوافد هنا، بعض الجماهير تتابع بانتباه شديد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، والبعض الآخر ينتظر المباراة الأخرى المهمة اليوم، مباراة المنتخبين المغربي وكذلك المنتخب المالي. أجواء رائعة، تجربة مشجعين
ممتازة هنا، الخدمات، الفعاليات، المرافق، كل الأمور على أحسن ما يرام، وللاقتراب أكثر من أجواء منطقة المشجعين وأجواء الكان. معي محمد صانع محتوى مغربي. محمد، كيف رأيت أجواء أفريقيا بعين صانع المحتوى؟ صراحة أجواء كأس أفريقيا كانت رائعة، وماشي غير صناع المحتوى اللي كانوا كيتسناو هذه التظاهرة هذه، جميع المغاربة كانوا يتسناو أننا نكونوا ما بين الجمهور ديالنا والأرض ديالنا، والحمد لله هي وصلت. وإن شاء الله رغم صعوبة المباراة ديال اليوم غنربحوا، كنتوقع 3-0 إن شاء الله ومربوحة، والكأس إن شاء الله غتبقى في المغرب. أنت محظوظ اليوم، حصلت بطاقة. الحمد لله بشق الأنفس. بطاقة المنتخب المغربي كان عليهم طلب كبير، ولكن الحمد لله حصلنا بطاقة في آخر الدقائق. يعني الأجواء منطقة المشجعين هون كيف شفت؟ أجواء كيف ما كنشوفوا دابا أقل من 5 ساعات الناس بدات كتوافد دابا. ما غتجي توصل 9 مساء إن شاء الله حتى غتلقى هنايا كامل إن شاء الله إن شاء الله عمر. معي عماد. مرحبا عماد، التقينا قبل سنتين في الدوحة في كأس آسيا، واليوم نلتقي في المغرب في كأس أفريقيا. أجواء رائعة جدا صراحة. نتمنى إن شاء الله هذه البطولة تدوز بأحسن صورة، وإن شاء الله نتمنى تكون أحسن كأس أفريقيا في التاريخ ديال كأس أفريقيا، تكون أحسن نسخة يعني إن شاء الله يا ربي. ونتمنى اليوم فوز المنتخب المغربي المالي، نتمنى نغلبوا 3-1 إن شاء الله. ما هي مفاتيح الفوز اليوم؟ الهجوم. ان شاء الله الهجوم. يعني الجماهير المغربية معي كذلك احد الجماهير. اجواء رائعة ومباراة مهمة اليوم بين المغرب ومالي. مباراة غتكون صعبة على المنتخب المالي وصعبة كذلك على المنتخب المغربي، واخا عندنا حنا فرقة مزيانة كنلعبوا مزيان، عندنا لاعبين رائعين في جميع لي بوست اللي كاينين في الملعب. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. وبالامس رسميا انتهت الجوله الاولى من دور مجموعات كاس افريقيا المغرب، وشفنا الاخوان ديالي كيفاش كانت ان المغرب كان في واحد التحدي اللي صعيب بزاف، لان من بدات البطوله من المباراة الأولى ديال المنتخب المغربي إلى غاية المباريات اللي انتهت بالأمس، أن الشتاء تبارك الله الأمطار الغزيرة اللي كانت تهطل على بلادنا الحبيبة، الحمد لله أن المباريات دازت كلها في سلام، والمقابلات كلها انتهت بدون أي توقف. أي مقابلة شفنا أن المباريات تقريبا بدون استثناء من تبدا المباراة تتنتهي وهي على تحت فوق منها الأمطار الغزيرة. صراحة شفنا الافتتاح ديال كأس افريقيا كيفاش داز تحت الامطار. المباراه ديال المنتخب المغربي اللي دازت في واحد الامطار اللي ماشي عاديه، وكانت امطار نقدروا نقولوا غزيره او لا اكثر من غزيره. شفنا المقابله كيفاش دازت ارضيه ولا اروع. الا شفتي الكاميرا اللي تتشد من الفوق وما تتبانش لك الشتا تقول هذه كاع ما تتصب فيها الشتا، لكن الكاميرات اللي تيشدوا اللاعبين من التحت تتبين لنا كميه ديال الامطار اللي كانت تتهطل على الملعب، لكن الكره تتمشي عادي بحال ما كاين حتى شي حاجه. ما كانوش اصابات في كاع المقابلات، ماشي غير المقابله ديال المنتخب المغربي. شفنا ان اللاعبين كلشي لعب عادي، كلشي كان لعب مزيان، ما كانوش اصابات بسبب الامطار او بسبب الارضيه ديال الملعب، وكاع المقابلات تلعبوا بطريقه ولا اروع. والحمد لله ان المغرب ربح التحدي وقدر يبين ان المغرب ولا في عالم اخر بعيد على افريقيا وبعيد على العرب. صراحه شفنا كيفاش في كاس العرب المقابله ديال الترتيب اللي كانت ما بين الامارات والسعوديه، كيفاش ان الامطار ما كانتش بالغزاره اللي كانت تعرفها بلادنا الحبيبه الحمد لله، ولكن المقابله توقفات في الشوط الثاني ديالها اللي ما قدروش قبل ما يبداو الشوط الثاني. الحكم اللي كما شفنا وقف المقابله وتسنى، ولكن ما قدروش انهم يرجعوا يكملوا المقابله، وهكذا كملوا المقابله وداروا اليوم بانهم تعادلوا في المقابله وبجوجهم خداو المرتبه الثالثه. لكن في المقابل شفنا في المغرب ان جميع المباريات كما قلنا تلعبات، وحتى مقابله ما توقفات، وحتى مقابله ما تاثرات بفعل الشتاء. كل المباراه كلها تلعبت في التوقيت ديالها، في نفس ما كاينش لا تاخير لا دقيقه لا 10 دقائق لا اكثر والو. كاع المقابلات في التوقيت الرسمي ديالها انطلقات، الجوله الثانيه في التوقيت ديالها انطلقات، وكملوا المقابلات كلهم. الارضيه ديال الملاعب كامله اللي تلعبوا فيها المقابلات، لا الملاعب ديال الرباط، لا في الدار البيضاء، لا مراكش، لا اكادير، ولا حتى طنجة اللي تلعب فيه البارح مباريات، كنا شفنا الارضيه ولا اروع. ملعب مراكش تلعبوا فيه جوج ديال المباريات، ملعب اكادير تلعبوا فيه جوج المباريات،
تلعبت مباراة في الملعب الأولمبي، مباراة الأمس تلعبت في ملعب مولاي الحسن، ومباراة تلعبت في ملعب الرباط اللي كنا تنسميوه حنا ملعب مشات لي سميتو، سمحوا لي لا تفكرتها. شفنا كيفاش ان الارضيه ديال ملعب طنجه حتى هي واحد الغزاره ديال الشتاء اللي تهطلت عليها، ومع ذلك الارضيه زربيه. الحمد لله اننا فخورين بالبلاد ديالنا، فخورين بالعمال ديالنا، فخورين بالايادي المغربيه اللي صرات على هذه الملاعب واللي وجدت لنا ملاعب اللي تحفه. وحاليا كل شيء تهضر على المغرب وتهضر على الامكانيات اللي عند المغرب وعلى البنيه التحتيه وعلى الملاعب وعلى التنظيم الرائع وعلى كل ما هو جيد. كاينين بعض الاشخاص افراد على رؤوس الاصابع، منهم ذاك الجزائري ومنهم ذاك التونسي اللي بغاو يهضروا على المغرب بطريقه ما مزياناش. منهم هذاك التونسي اللي مشى تيقلب على شي بلاصه مظلمه وبدا تيهضر على المغرب ان المغرب قال لك في التيران ما لقيناش حتى حاجه مزيانه، الارضيه ما مزياناش، الامطار تتهطل علينا، ما لقيناش الراحه باش نخدموا في راحتنا مزيان ونأديو عمل مزيان، وراه الظلمه وطاح علينا الضوء ما كاينش الاضواء. ولكن بانت في القناه ديالو انهم طردوه ورجعوه وصيفطوا مراسل واحد اخر من غيره، واعتذروا رسميا في القناه ديالو. ما شفنا انهم داروا اعتذار وانهم قالوا بان المنتخب المغربي او لا عفوا ان المغرب عنده الامكانيات وعنده الكفاءات وعنده كاع الوسائل اللي تخلي التظاهره تكون تظاهره تخرج بطريقه مزيانه، وان المغرب كل شيء عنده هو هذاك. وشفنا شحال ديال الصحفيين مشاو دخلوا للاماكن ديال الصحفيين وتيسولوا تيقولوا لهم واش الامور مزيانه، واش كل شيء هو هذاك. كل شيء تيقول لك بان المغرب الحمد لله احسن نسخه، احسن تنظيم، والامور كلها دايزه ولا اروع. كل شيء زوين، ما كاين لا تقطع الضوء لا تقطع الماء، الاجواء مزيانه، كل شيء فرحان، كل شيء عاجبه الحال. لكن كاين شي ناس الله يهديهم والله يبعدهم علينا. لكن الحمد لله انا اللي عجبني في المغرب ان اللي خرج على السطر طياره تتهزو تتدي علينا لبلادو. اخوان ديالي، الجوله الثانيه غادا تبدا ان شاء الله غدا. نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي في المقابله الثانيه ديالو امام منتخب مالي، المباراه اللي غادا تجرى ان شاء الله على الساعه 9 ان شاء الله. نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي، ونتمنوا ان الجماهير اللي غادا تكون في الملعب تشجع بحماس، لان المقابله اللي فاتت ما شفناش شي تشجيع كبير، ما شفناش شي حماس كبير. كنا تنتمنوا ان الجماهير تكون تبعد شويه من التليفونات ديالها وتمشي مع الارضيه ديال الجمهور، الارضيه ديال الملعب، وتمشي مع المنتخب المغربي. مني يكون شاد الكره تمشي معاه، ومني يكون الكره مشات ليه تكون معاه. ماشي نتوما داخلين التيران باش ديروا السيلفيات، راه السيلفيات ماشي في هذه المقابلات. هذه المقابلات ما تيبغوش السيلفيات. افريقيا راه ماشي ديال السيلفيات، ديال الجمهور اللي تيكون واعر والجمهور اللي تيدير واحد الضغط على المنافس. اخوان ديالي، حتى لهنا ما بقى لي غير نقول لكم الفيديو ديال اليوم مساله. الا عجبكم ما تنساوناش ماشي جيم اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديالنا. وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم، الى الملتقى باذن الله.